الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على القطب الجامع لعلوم الأوائل والأواخر، غوث الورى المنعوت بكل وصف فاخر، سيدنا وإمامنا ونبينا محمد أسعد خلق الله أجمعين. في شهر رمضان المعظم درجنا واعتدنا أن نبشر الناس ونؤانسهم بذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم نأخذ غفات مع سيد السادة. كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى في الأرض انطوى له البعيد، وكان صلى الله عليه وسلم نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، وكان صلى الله عليه وسلم إذا وطأ على الصخر لان وبان أثره صلى الله عليه وسلم، وإن مشى في الرمال لم يبن له أثر صلوات ربي وسلامه عليه. لذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر في الطريق شهرا كاملا يشم رائحة عطره، شهرا كاملا يشم رائحة طيبه. يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه: ما شممت طيبا ولا عنبرا أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا صافح أحد الناس يشم رائحة طيب يده سائر اليوم ببركة وإكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحكي سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه أنه مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب مكة، قال: فما مررنا بشجر ولا حجر إلا وقال: السلام عليك يا رسول الله. ويقول سيدنا جابر بن عبد الله: ما مررنا بشجر ولا حجر إلا وسجد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحجار تعرفه، ذهب على أحد فإذا به عندما اعتلى جبل أحد كل الجبل اهتز، ولم يهتز الجبل في حياته إلا اثنتين: الأولى عندما صعد عليه سيدنا موسى غضب الجبل اهتزاز الغضب، لأن قوم سيدنا موسى أرادوا أن يروا الله جهرة، والاهتزاز الثاني عندما صعد عليه خير الأنام، فهذا الاهتزاز اهتزاز فرح وبشارة وترحيب بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لهم مكافأة لهذا الجبل: هذه طيبة، وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وللمكافأة العليا قال صلى الله عليه وسلم: أحد جبل من جبال الجنة. حبيب الروح، يا حبيب الروح، ناوي ليك أروح كل مناي شوفتك، لو روحت تروح واطفي نار الحب في الحشر مجروح. حن ليك العود من فراقك ينوح، نعم من حباك والأباك مسنوح، للي بيصلي عليك الذن المصفوح، صار بين الناس محترم منفوح. كل عام وأنتم الخير لكل عيد.